عاجل. والد ركراكي يستدعي مهاجما كبيرا إلى المنتخب المغربي. يتابع كل من رشيد بن محمود وغريب أمزين مساعدي وليد ركراكي مدرب المنتخب الوطني بعض اللاعبين في أفق ضمهم إلى عرين الأسود، حيث يعدان عن تقارير لاعبي المنتخب المغربي الذين لم يشاركوا في مونديال قطر. وسيكون شهر مارس المقبل موعد معسكر الأسود، وهو الأول بعد المشاركة الناجحة في مونديال قطر، حيث سيكون مهاجم ليفانتي الإسباني محمد بولديني من أكبر المرشحين للحضور في المعسكر. وكان بولديني من اللاعبين الذين تبعهم الركراكي، غير أن المنافسة الشديدة في الهجوم فرضت عليه عدم استدعائه، خاصة مع الفترة الزمنية القصيرة التي كانت تفصل وقت تعاقده مع اتحاد الكرة خلف لوحيد خليلوزيتش وانطلاق المونديال. ويسعى الركراكي للوقوف على مستويات بولديني ومنحه الفرصة، خاصة مع حضوره الجيد مع ناديه الإسباني، بعدما لعب بولديني البالغ من العمر 27 عاما مع الرجاء الرياضي واتحاد طنجة قبل أن يدخل تجارب احترافية في عدة أندية برتغالية.